والله حتى هاد الفرنسيين ما كيحشموش. صحيفة ليكيب الفرنسية البارح وعلى غفلة حطوا رابط وقالوا فيه دخل صوت على اللي يستاهل الكرة الذهبية، وبحكم أنها جريدة فرنسية فالفرنسيين سبقونا وبداو كيصوتوا على ديمبيلي حتى وصلت لكثر من 35%، وهذا الشيء دار بوم في الوسط الرياضي، ولكن ماشي لمدة طويلة حيتاش المغاربة دخلوا السباق ورجعوا أشرف حكيمي في التصويت حتى وصل حاليا لكثر من 22%، وما بقى والو يولي حكيمي هو الأول في التصويت، وهذا الشيء كيدل على قوة الجمهور المغربي. وبالنسبة لي أنا وأنت فراه خاصنا نصوتوا على أشرف حكيمي، حيتاش ملي الصحفيين غيشوفوا حكيمي متصدر في هذا التصويت غيعرفوا أن الجماهير مقتنعين باللي كيستاهلها، وهذا الشيء غيضغط عليهم ويخليهم يغيروا رأيهم في اللحظة الحاسمة ويصوتوا عليه في التصويت الرسمي. ولكن خاصنا نوقفوا هنا ونوضحوا واحد النقطة، التصويت اللي دايراه صحيفة ليكيب راه ماشي تصويت رسمي، هو مجرد استطلاع للرأي ما عنده حتى علاقة بتحديد الفائز، حيت الجائزة كتحسمها أصوات الرياضيين والصحفيين من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا، وهذا العام إفريقيا فيها 22 صحفي اللي عندهم الحق في التصويت. يعني عوض ما نضيعوا الوقت في حملة على تصويت غير رسمي، الأفضل نديروا حملة على هاد الصحفيين نفسهم ونضغطوا عليهم باش يدعموا حكيمي، وفي نفس الوقت نحاولوا نحميوه من الحملات اللي كيقودها الإعلام الفرنسي اللي كيحاولوا ينقصوا من قيمته. وطريق الكرة الذهبية راه ماشي سهل، ولكن بالدعم الحقيقي والواعي كل شيء ممكن. وما ننساوش حكيمي اللي في تصريحاته دائما كتبان شخصيته القوية. ولاعب آخر ممكن كان غيرضخ المطالب إدارة باريس سان جيرمان اللي كانت باغية تلمع صورة ديمبيلي، لكن هو جاهم من الاخر وقال حتى انا عندي الحظوظ ديالي في الفوز بالكرة الذهبية. في الخلاصة حنا مع ولد بلادنا في اي خطوة كيديرها، وكنتمناو ليه يربح هذه الجائزة لانه فعلا كيستاهلها. وفي خبر اخر وبحسب الصحافي الموثوق جون بيرسي، فنيوكاسل يونايتد مهتمين بقوة بالتعاقد مع المغربي بلال الخنوس، وكيدرسوا امكانية ابرام الصفقة عن طريق دفع الشرط الجزائي. وما ننساوش ان بلال على رادار فراقي بحال ليدز يونايتد. يقدر يجيوكم اخبار انتقال الخنوس كيطلعوا في الراس، مرة غادي لهنا ومرة لهيه، ولكن بلال من ديما كيبان ليا داك اللاعب اللي كتحس به استافد من التجارب الفاشله ديال بعض اللاعبين المغاربه اللي سبقوه، وكيدرس كل خطوه كيديرها، واللي متبع الخنوس غيعرف علاش كنهضر. وبلال الخنوس في اول جوله من الشامبيونشيب ساهم في اول فوز لفرقته ودار 2 تمريرات حاسمه، وحسب سوفا سكور فاختاروه باش يكون في التشكيله المثاليه للجوله الاولى. كنتمناو ليه التوفيق وينتقل لشي فرقه مزيانه ويسالي هذا المسلسل في اقرب وقت. وفي اخر خبر لهذا النهار غيكون على نائل العيناوي اللي سد التعليقات ديال حساباته في مواقع التواصل بسبب انه تلقى بعض الانتقادات، والسبب انه كيماطل في اختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي كما قلنا في الفيديوهات السابقه. وفي اخر تصريحات نائل قال انه وقف التعليقات على حسب النصيحه ديال الاب ديالو يونس العيناوي، وما توقعش يلقى كم كبير من التعليقات الايجابيه من الجمهور ديالو، وختمها بغى يركز على خدمته باش يقدر يغير راي الناس اللي حكموا عليه قبل ما يعرفوه. الصراحه هاد الشيء طول بزاف، وغالبا غيكون اخر خبر على قضيه نائل العيناوي، حيتاش حنا كنعرفوا ان اختيار المنتخب كيجي من القلب، وما حدك كتعطل يعني كتفكر في خيارات اخرى. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وشي تعليق زوين بحالكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.